وإنني أيها الإخوة المواطنون أحب أن أتقدم إليكم بشكوى، وهي شكوى من وزارة الإعلام. الوزارة التي نحتفل اليوم بافتتاح مشروعا من إنجازاتها ونتقدم لها بالشكر عليه، ولكنني في نفس الوقت أشكوها إليكم لأنها دائما وباستمرار وخلاف رجاءاتي لها أن تتجنب نشر الصور الخاصة بي أو الكلمات الرنانة التي تقال فيه أو الأغاني التي تكال، وأنني في نفس الوقت أقول لكم أنني لست متتبع لا للراديو ولا للتلفزيون، ولكنني في بعض الأوقات يصدف أن أكون خارج من البيت أو داخل إليه وأرى بعض المناظر وأسمع بعض الكلمات أو بعض الأناشيد أو بعض التعليقات، فوالله العظيم إنه ليحز في نفسي حينما أسمع من الإذاعة أو في التلفزيون هذه الكلمات والإطراء والمديح لفيصل، لأن فيصل إذا كان يعمل وإذا كان يقوم بشيء من واجبه فهو لا يشكر على ذلك، بل يجب عليه هو نفسه أن يشكر ربه إذا وفقه إلى ذلك.